هاتي فوطة صحية وتعالى أقولك على فكرة حلوة جدا جدا هتعمليها بيها وهتريحك من أكبر مشكلة بتقابلك، وبجد هترتاحي من السنة للسنة. أول فكرة عندي، لو عندك مشكلة في المكرونة بالبشاميل إن هي دايما بتطلع ناشفة معاكي، جربي تشغلي عليها الشواية، تاخد الوش الأول وبعد كده تطفي الشواية وتشغلي الفرن، بجد هتبقى تحفة وهتطلع معاكي لونها جميل قوي وهتبقى جوسي كده وطرية. لو عندك كوباية بلاستيك زي ديت، مش شرط النوع ده، ممكن اي نوع تاني، هتجيبي السكينة وهتسخنيها على النار وهتخرميها من فوق من الجنب يعني ومن تحت كذا خرم زي ما انتوا شايفين، وهتعلقيها بقى في الحوض، هتخلصك من مشكلة الشوائب اللي بتبقى موجودة دايما وانت بتغسلي المواعين زي بواقي المكرونة وبواقي الرز، هتحطي فيها اول باول وهترميها مرة واحدة. كمان دايما احنا بنفتح المكرونة واللسان العصفور والشعرية ومش بنستخدمهم كلهم، فبعد ما بنفتحهم بنخلي عندنا دايما مشبك كده في دولاب الخزين، وهتقفلي بيه الكيس، هيقعد معاكي فترة طويلة وهتحافظي عليه لأكبر فترة. دايما بنعاني يا جماعة من مشكلة الغربان اللي بتبقى موجودة عندنا في البلكونات وبتزعجنا وبترملنا حاجات دايما، وبتخلينا البلكونة مش نظيفة وبتبهدل لنا الغسيل. لو عندك اي طبق فويل او اي الغطا بتاع الطبق الفويل هتجيبيه وهتعلقيه في البلكونة او هتلزقيه على حيطة البلكونة، بجد اتحداكي ان اي غراب يخش في البلكونة. لو عندك كوتشي ابيض انت بتاعك او بتاع زوجك او بتاع ابنك، بجد بجد هتخلي النعل بتاعه زي الفل بالاستيكه. انت لو مستعجله وعايزه تنزلي ومش لسه بقى تغسلي الكوتشي وهتستنيه ينشف، هتجيبي الاستيكه وهتمسحي كده، بجد بجد هيخلي النعل زي الفل. مش بقى لسه هجيب الليفه وامسح وبعد كده ادعك، لا انا مستعجله وعايزه انزل فهجيب الاستيكه وهمسح كده. بصوا يا جماعه الفرق، بصوا الفرق عامل ازاي، بجد الفرق باين قوي كمان اكتر في الحقيقه اكتر من الفيديو. يعني بصوا هنا، يا ريت يكون واضح لكم، بص بقى لونه ابيض جميل ازاي، ما تخافوش مش بتبوظ النعل وبيبقى زي الفل. كلنا يا جماعه بنعاني من مشكله ان احنا مجرد ما نجيب السكينه تبقى جديده تقعد شويه حاميه وبعد كده تتلم معانا ومنبقاش عارفين نقطع بيها اي حاجه، وبجد بنعاني من المشكله دي. وكمان المقصات، هنجيب السلك الاستانلس ده، مش السلك يا جماعه التاني، لا ما ينفعش السلك التاني، هتجيبي السلك الاستانلس وهتبتدي ان انت تمشيه على السن بتاع المقص او السن بتاع السكينه، بس نخلي بالنا قوي عشان ما نتعورش. انا مخصصه عندي في المطبخ واحده من دي ليه، ان انا بس احمي بيها السكاكين بدل بقى ما اروح في اي حته او كده، لا دي بجد فكره حلوه جدا وبتنجز لي، يعني بتنجز معايا. لو انت عايزه بقى تلمعي الرخامه ومستعجله، هجيب المناديل الوايبس دي، انا دايما مخليها عندي، المناديل دي عندي في المطبخ، بجد بجد يا جماعه حلوه جدا في تلميع اي حاجه. فانت بقى مش لسه هتلمعي الرخامه بالصابون او بملمع الزجاج او اي حاجه، لا انت هتجيبي كده منديل وهتلمعي. بصوا يا جماعه الفرق، بصوا الفرق بيبان على طول ازاي، هتبقى زي الفل معاكي. بس لو عايزه بقى تستخدمي الرخامه هتضطري بقى ان انت تجيبي اي حاجه فوطه مبلوله عشان بس تشيلي الاثر بتاع المنديل العطر بتاعه، وتعرفي بقى تفردي عليها عجين، تقطعي عليها اي حاجه انت عايزاها. بجد يا جماعه المناديل بجد حلوه جدا، تخليها دايما عندك في المطبخ. الفوطه الصحيه يا جماعه، هقول لكم بقى هنعمل بيها فكره تحفه بجد هتعجبكم قوي. هترتاحي من مشكلة بتقابلك دايما، في ان انتي تحفظي البطاطين بتاعتك من السنة للسنة. هقولك انا ازاي هحطها تحت السرير وهتحفظي البطاطين من السنة للسنة. اول حاجة انا جبت طاسة وهنحط شوية زيت في الطاسة ونسيب الطاسة لحد ما تسخن شوية، وبعد كده هنحط حوالي معلقة فلفل اسود مطحون، وبعد كده هنقلب كويس ونوطي النار. اهم حاجه النار تكون واطيه عشان ما يتحرقش، انا عايزاه يتحمص لحد ما اشم ريحته بس ما يتحرقش، اهم حاجه ان الفلفل الاسود ما يتحرقش. وهنقلب كويس قوي عشان يعني ما نخلوش يتحرق.
نقلب ونخلي ايدينا سريعة في التقليب. الفكرة دي يا جماعة تبقى حلوة جدا في حفظ البطاطين من الكمكمة، من الحشرات، من العتة. طبعا احنا كلنا بنغسل البطاطين ونحطها تحت السرير في الشتاء، بعد ما يخلص الشتاء يعني، وبعد كده بنطلعها من الشتاء للشتاء. فالحاجة دي او الفكرة دي بجد بجد هتخلصكم نهائيا من ان انتوا تحطوا نفتالين والحاجات دي. بصوا يا جماعة، الفوطة الصحية دي هتجيبوها وهتشيلوا اللزق اللي من فوق وهتقسموها نصين، وهنشوف كده هنعمل ايه. هنشرب الفوطة الصحية بكل كمية الفلفل الاسود والزيت ده زي ما انتوا شايفين كده، هنخليها تشرب بالكامل. تمام. وبعد بقى ما شربته كده زي ما انتوا شايفين، الفلفل الاسود فيه خاصية يا جماعة ان هو بيحفظ اي حاجة، بيحفظ اي حاجة من ان هي تكمكم او يعني تطلع ريحة وحشة. انا اللزقة دي هشيلها واحطها في الملة من فوق، وبجد اتحداكوا لو في حشرة او في عتة او في اي حاجة دخلت تحت السرير، بجد هيحافظ على اي حاجة انت عيناها تحت السرير، سواء ملابس، سواء بطاطين، اي حاجة حطها